فيديو النهارده عن موضوع مهم جدًا، جدًا للسيدات، وهو الصيام وساعات الصيام وطبيعة الأكل، ونعمل إيه في الفترة بتاعة ما قبل انقطاع الدورة، أو لو إحنا أصلًا الدورة قطعت عندنا برضه هنتعامل إزاي بعدين، لإن ما فيش حاجة اسمها إن ساعات الصيام بتبقى هي للستات في أي مرحلة عمرية، الكلام ده ممكن يمشي مع الرجالة، أمّا الستات مختلفين، فإحنا على حسب المرحلة العمرية أو على حسب مثلًا لو ده وقت حمل والّا رضاعة والّا وقت عايزين نكون حامل فيه أو وقت ما قبل انقطاع الدورة والكلام ده كله، بيختلف بقى إيه هنعمل إيه بالضبط في طبيعة الصيام والأكل اللي هناخده. أولًا خلّينا نعرف إيه اللي بيحصل أصلًا في السِن بتاع إن أنا الperiod بدأت تقطع أو إن أنا خلاص قطعت عندي، إيه اللي بيحصل بناء على ده كتغيرات هرمونية. ما قبل انقطاع الperiod اللي هي بتروح وتيجي واللي هي الشوية اللي قبل ما تروح فيهم خالص ده، هتلاقي الأستروجين شوية بيطلع، شوية بينزل، فده اللي بيعمل مشاكل كتيرة بقى بالذات على الحالة النفسية والتقلبات المزاجية والهبات السخنة والكلام ده كله، وبعدين بنوصل للمرحلة إن الهرمونات كلها بتبتدي تنزل بقى سواء أستروجين، بروجستيرون، تستيرون، كله بيحصل فيه drop. فعلى المستوى الهرموني إحنا عندنا ال3 هرمونات دول بيبتدي يحصل فيهم انخفاض، إيه الأعراض بقى الجسدية بتاعة كل واحد فيهم عشان ده هنحتاجه أوي في تحديد ساعات الصيام. أعراض نقص الأستروجين إن أنا باحس بهبات سخنة أو باحس إن أنا عرقان بالذات بالليل، بيحصل زي جفاف كده في الفاجينا، بيحصل تغيرات في الدورة لو كانت لسه بتنزل، يا إلا بتبقى بايظة خالص، يا إلا بتُقف تمامًا. بيحصل زي هشاشة عظام، تساقط شعر، جفاف البشرة، ممكن نلاقي زيادة في الوزن وأنا ما باعمل كل حاجة باعملها، بس بيحصل زي زيادة وزن خاصةً بقى في منطقة البطن، بالإضافة إن بيبقى في زي صعوبة في التركيز، باحس الذاكرة بتاعتي مش مضبوطة أوي، بيحصل تقلبات مزاجية حادة، حاسة بanxiety على طول، قلقانة، كل الحاجات اللي أنا مش الطبيعي بتاعي باحس بيها دي، لو ده مش الطبيعي بتاعي، فدي بتبقى من أعراض نقص الأستروجين. بالنسبة بقى لنقص البروجستيرون الأعراض بتاعته إن أنا بالاقي فيه زي احتباس سوايل في جسمي كده، وبرضه زيادة في الوزن، وباحس بيبقى واضح أوي الأعراض بتاعته إن بيحصل زي اضطرابات في النوم، بيحصل زي انتفاخ كده في الصدر، تقلبات مزاجية حادة برضه، يعني التقلبات المزاجية ماشية مع الأستروجين والبروجستيرون. برضه بابقى مصدَّعة على طول والدنيا كده مش أحسن حاجة خالص. بالنسبة للتستوستيرون فإحنا أصلًا عندنا منّه كمية بسيطة كستات، لمّا بييجي السِن ده بيبقى برضه النسبة بتاعته بتبقى أقل، العرض الرئيسي بتاعه النقص بتاعه إن بيحصل زي نقص في الليبيدو اللي هو الsexual desire. ال الحاجة التانية برضه بيحصل ممكن يبقى في muscle loss أو فقد في الكتلة العضلية أكتر شوية. ده بالنسبة للأعراض بتاعة نقص ال3 هرمونات. دي مرحلة طبعًا في حياة أي ست، مش حد هييجي له وحد مش هييجي له، فهي حاجة طبيعية لازم أول حاجة عشان نخفف يعني وقعها علينا أو تأثيراتها اللي مش أحسن حاجة في البداية بالذات علينا، إن إحنا بس نبتدي نقرا عنها أكتر، نفهم معلومات أكتر، يعني كل ما نعرف عن الحاجة كل ما أنا أبقى عارف أتصرّف أكتر. ففي البداية خالص أتقبّل إن هي دي مرحلة طبيعية من مراحل العمر اللي الواحد بيعدّي بيها، والحاجة التانية بقى نشوف مثلًا من ناحية التغذية، من ناحية التمارين، نقدر نعمل إيه نخفف الأعراض دي، أو نتعامل مع المرحلة العمرية دي بطريقة تخلّينا طالعين بأكتر فوايد ممكنة. بنعمل إيه بقى أو نتعامل إزاي بعيدًا عن فكرة إحنا هنتمرّن ناكل أكل صحّي وننام كويس وكده، ده تمام زي الفل، بس اللي هو هنعمل إيه برضه بالضبط في الصيام أو نركّز على إيه في الأكل يخلّي الدنيا أحسن. إحنا الغرض بتاعنا كُلّه من الكلام اللي إحنا هنقوله ده، إن إحنا نساعد جسمنا إن هو يبني أستروجين ويبني بروجستيرون، تمام، يعني بنحاول إن إحنا بس بنضبّط الحاجتين دول، بحيث برضه للdrop الكبير ده ما نقومش عاملين مثلًا حاجات يزوّد الdrop أكتر، تمام، عشان ما نبوّظش الدنيا أكتر. طيب في حالة إن أنا لسه الperiod بتنزل عليَّ بس ملخبطة، اللي هي بتيجي لي spotting مثلًا كام نقطتين كده وبتتّكل على الله أو لخبطة أو كده، ده حلو تمام، هنشوف بقى اليوم بداية الspotting ده أو يوم البداية بتاعة الدورة العادية ده، وده بالنسبة لنا اليوم الأول للcycle بتاعتي، تمام كده؟ ده أول حاجة هنعملها بالنسبة للناس اللي لسه عارفين هي بتبتدي إمتى أو بتيجي يوم إيه مثلًا. من اليوم الأول لليوم العاشر أنا باساعد جسمي في الوقت ده إن هو يبني أستروجين، الأستروجين بقى إيه نظامه؟ الأستروجين بيبقى مش عايز جلوكوز كتير، تمام، ومش عايز إن أنا أصوم ساعات
قليلة، لأ عادي في الوقت بتاع اليوم الأول لليوم العاشر ده أنا ممكن أصوم ساعات طويلة وأركّز على الأكل الكيتو أصلًا، اللي هو إن أنا فيه باكل لو أنا حد ماشي كيتو يعني الكيتو بتاعنا مش الكيتو اللي هو دهون كتيرة لأ، اللي هو نسبة كربوهيدرات ما تعدّيش من 30 ل50 جرام كارب ده تمام زي الفل. أركّز على الصيام ساعات طويلة، وأركّز على إن أنا باكل أكل ما فيهوش كربوهيدرات عالية، فكده يبقى دول أول 10 أيام. من اليوم ال11 لليوم ال15 يُفضّل إن أنا أخلّي ساعات الصيام بتاعتي range 14، 15 ساعة. من اليوم 16 لليوم 19 لو عايزة أطوّل ساعات الصيام بتاعتي زي الفل. ما علينا باللي هم من اليوم 11 ل19 دول، بس ده يعني إيه recommendation كده دكتور مندي كانت قايلاه، اللي هو ساعات الصيام يُفضّل تبقى في الأيام دي كده، بس الأساس بتاعنا إيه من الday 1 لday 10 اللي هو من اليوم الأول لليوم العاشر أنا باطوّل ساعات الصيام، بيبقى حلو أوي longer fasting في الوقت ده مع الكيتو. المهم بقى الحاجة التانية المهمة زي اليوم الأول للعاشر ده، من اليوم ال20 لليوم ال28 اللي هو أصلًا يعتبر كإنه ما قبل الcycle الجديدة التانية أمّا تبتدي. البروجسترون أصلًا بيقل في الوقت ده، فما ينفعش أقوم أنا صايم ساعات صيام طويلة بأي حال من الأحوال، وده أصلًا دي نصيحة لكل الستات اللي بيعملوا الصيام أصلًا، ما ينفعش نزوّد ساعات الصيام عن 14 ساعة في الوقت ده، وده اللي بيلخبط في البيريود، وده اللي بيبوّظ حاجات كتير يقول لك ما عادش في دم كتير بينزل، ده مش عارفة أنا كده الدنيا باظت معايا في إيه، والصيام ومش الصيام، فهو لو في سبب بيخلّي الصيام ليه علاقة إن هو يلخبط شوية في الدورة بتاعتنا، فهو بس إن الناس بتطوّل ساعات صيام في الوقت ده. طيب في الوقت ده برضه البروجسترون عشان يتبني محتاج جلوكوز، البروجسترون إيه الأطعمة اللي بتبنيه، الحبوب، البقوليات، محتاجين مغنيسيوم مثلًا زي اللي في الشوكولاتة الدارك، الحاجات دي محتاجين نبني بروجسترون، فما ينفعش أنا آجي في الوقت ده وأقول أنا هاعمل كيتو، أنا مش واكلة أي حاجة خالص كارب، مش أحسن حاجة برضه لينا كستات. فالوقت بتاعي اليوم 20 لغاية اليوم 28 ده أنا باقلل عدد ساعات الصيام بتاعي، ما فيش حاجة اسمها صوم أكتر من 14 ساعة، آكل خلال 12 ساعة بقى، آكل خلال 13 ساعة، آكل خلال 10 ساعات، المهم إن أنا إيه ما أطولش صيامي عن 14 ساعة، تمام، ونقوم مزودين في الوقت ده الأكل بقى اللي هو أحط كارب بس كارب صحّي، بطاطس، بطاطا، فاكهة، أمشي إن شاء الله يا رب يوم ويوم، مش لازم كل يوم بادخّل كربوهيدرات، بس اللي هو ما يبقاش جسمي قاعد بقى على كيتو وما باكلش أي حاجة، يُفضّل الأسبوع ده أصلًا أنا بادخّل شوية كربوهيدرات في الوجبة التانية، في الوجبة التالتة، مش لازم في الوجبة الأولى عشان ما اجوعش طول اليوم، وحتى لو نلاحظ إحنا بنلاقي نفسنا تلقائيًا كده في الأسبوع اللي قبل الperiod ما تيجي، الواحد حاسس إن هو مهبّط، عايز ياكل حاجة مسكّرة، نِفْسه مفتوحة على الكارب أكتر، فالوقت ده مهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنا أركّز إن أنا ما فيش ساعات صيام طويلة، ما فيش أكل كيتو صرف كده زي أول 10 أيام. بالنسبة بقى للتستيرون وبالنسبة برضه للهرمونات الأستروجين والبروجستيرون، إحنا محتاجين جسمنا يعني يستفيد منّهم، محتاجين إن إحنا ما نبوّظش الدنيا أو ما نقللهاش أكتر ما هي بتقِل، فمحتاجين برضه حاجة مهمة جدًا إن إحنا ننوّع في الخضار والفواكه والحاجات اللي بناكلها، مش كل يوم هاكل نفس الحاجة، مش كل يوم هاكل نفس نوعية الخضار عشان نعمل مايكروبيوم صحّي، فيساعدنا إن يحصل break down للهرمونات دي وجسمنا يستفيد منها. إيه برضه الجزئية دي عشان نبقى فاهمين الدنيا تبقى ماشية إزاي، إحنا دلوقتي عندنا أنواع في البكتيريا الأمعاء، أنواع نافعة طبعًا بتعمل على يعني زي إعادة تنشيط كده للأستروجين الغير فعّال للشكل الactive فجسمي يقدر يعني يستفيد منه، بيحصل زي إعادة امتصاص ليه في الدم، فبالتالي بيأثّر على المستويات بتاعته في الجسم. بنعمل الحركة الحلوة دي إزاي؟ إن أنا بانوّع في الميكروبيوم، بانوّع في النوعيات الخضار والفاكهة والبهارات والأكل الصحّي والكلام ده كل ما آكل حاجات منوّعة أكتر، كل ما أنا عندي ميكروبيوم صحّي، فبالتالي جسمي بيستفيد أكتر استفادة ممكنة. ده بالنسبة للناس اللي هم عارفين الspotting بتاعي بيبتدي يوم كذا أو يعني ماشيين بقى على my calendar والله أول ما بييجي مثلًا أنا عارفة اليوم الأول من بداية الدورة بتاعتي إمتى. طيب بالنسبة للناس أصلًا اللي خلاص أنا الperiod بتاعتي راحت وما عادش موجودة أصلًا خلّصناها. هنمشي على نفس الكلام ده بالضبط، اللي هو أول 10 أيام وآخر 7، 8 أيام والأيام اللي في النُص، وهننوّع في الخضار والفاكهة وكده، بس يعني إمتى بقى هاقول إن أنا باطوّل ساعات الصيام وباكل كيتو عشان أبني أستروجين، وإمتى أقول إن أنا باقلل ساعات الصيام وبادخّل كربوهيدرات عشان البروجستيرون وما يبقاش نقصه أكتر والكلام ده كلّه، على حسب الأعراض اللي قُلنا عليها في الأول، يعني هاشوف الأعراض الوقت اللي
أنا هابتدي أحس بيه إن أنا اللي عندي الأعراض بتاعة نقص الأستروجين مثلًا، اللي هو والله أنا الدنيا حاسة إن أنا مثلًا في جلدي جاف أكتر من الطبيعي، حاسة إن في هبّات حرارة كده، تساقط شعر، مش مركّزة أوي، يبقى أنا في الوقت ده وقت الأستروجين، فابتدي أمشي على ال10 أيام بتوع إن أنا إيه، كأن دلوقتي ده بداية الدورة بتاعتي. الأوقات بقى اللي أنا أحسّس فيها إن أنا عندي تقلُّبات مزاجية حادة، نومي مش مضبوط، صداع، قلق، الكلام ده كلّه، أقوم ماشية على الوقت اللي أنا أقوم مقلّل ساعات الصيام وابتدي أبتدي أدخّل شوية كارب، يعني أسمع لجسمي قدر المستطاع. كل شهر كده هيعدّي هيبقى عندي كإني مثلًا في 10 أيام في الشهر أنا ماشي فيهم ساعات صيام أطول وكربوهيدرات أقل، مش لازم كيتو صرف برضه اللي ما بيقدرش عليه يعني، بس اللي هو باقلل في الكارب شوية في الوقت ده، باطوّل ساعات صيام شوية، وفي وقت تاني أنا الحمد لله بابقى ماشية على إن أنا مثلًا ساعات الصيام ما بتزيدش عن 14 ساعة، وبادخّل بقى البقوليات والحبوب في الوقت ده. طبعًا حاجة مهمة لينا كلّنا في أي سِن في أي حاجة، كل ما بنكبر يوم، كل ما بيحصل زي drop في العضلات ولو حاجة بسيطة، بالذات طبعًا بعد سِن ال30. من أول سِن ال30 بيحصل drop في الmuscle mass أصلًا من غير ما أعمل أي حاجة. فالحل بتاع الموضوع ده عشان برضه أحافظ عشان أنا بيحصل لي من نقص الهرمونات دي هشاشة في العظام، والناس بتبتدي تتعرّض لكسور والدوشة اللي بتحصل دي، عشان بقى أقلل النسب الحاجات دي، أنا محتاجة أدخّل تمارين أوزان في الlife style بتاعي، ما يبقاش كل حاجة كارديو، ما يبقاش كل حاجة إن أنا بامشي بس، المشي حلو زي الفل ممتاز، بس على الأقل إن شاء الله يا رب أدخّل لي 5 دقايق أوزان في اليوم، وأوزان مش لازم إن أنا باجيب دمبلز وبتاع، وزن الجسم عادي سكوات، ضغط، عُقلة، أي حاجة، أي حاجة بس كده إيه أحمّل يعني على وزن الجسم، فكل ما يبقى عندي كتلة عضلية كويسة، كل ما هي محافظة لي على صحة العظام وصحة جسمي عامةً يعني بشكل عام، كل حاجة في الجسم، العضلات هي عضو الصحة في الإنسان يعني، فكل ما أنا أحافظ عليها، كل ما أنا الدنيا بتبقى أحسن في كل حاجة، سواء من الشكل من برّه، سواء الجسم كصحة من جوّه.